السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده قوي جدا، في منيو كده حلو جدا اقتصادي ولذيذ، وتبصي كل وصفة فيه ما شاء الله احلى من التانية. هديك كده افكار حلوة اقتصادية في نفس الوقت لذيذة. فان شاء الله باذن الله منيو النهارده هيعجبك جدا، وبصي كل وصفة فيه ان شاء الله كده هتعمليها. وبص ريحك من التفكير وحيرة كل يوم هعمل اكل ايه ومش عارفه ايه. فانا هديك افكار حلوه جدا. يلا نبدا كده باول فكره، بس الاول نسمي بالله ونصلي على الرسول ونخش على الفيديو على طول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله. كانت دي وجبه شعريه كده. الشعريه طعمها خطير جدا جدا، انا لسه ما نزلتهاش معاكم، ان شاء الله انزلها قريب. حلوه جدا. اقول لك طبعا بسرعه بسرعه كده عملتها ازاي. جبت كده شعريه اي كميه طبعا على زي ما انت عايزه، حمرتها، وبعد ما حمرتها كنت فارمه في الكبه كده بصله على 2 طماطم. فرمتهم. بعد كده بعد ما الشعرية اتحمرت رحت نازلة كده عليها الشعرية بالبصل والطماطم المفرومين، وشوحتهم كويس جدا مع بعض. وبعد كده نزلت عليها ايه، بالشوربه. يكون عندك شوربه دسمه حلوه كده ولذيذه عشان تطلع معاك الطعم. الشعريه حلوه جدا. هنا بقى اللي اكلنا مع الشعريه كانت كبده قوانص حلوه جدا جدا، كبده قوانص بالبطاطس. طعمها خطير. الوجبه دي مع بعض حلوه جدا جدا. ينفع مكان الوجبه دي مثلا تعملي زي نفس الطريقه اللي هقولك عليها بتاعه الكبده القوانص بالفراخ يعني القطع. جبت كده القوانص طبعا عشان انت عارفه بتاخد سوق اكتر من الكبده. شوحتها كويس جدا جدا بعد ما يعني خليتها احمرت معايا او خدت لون. يعني نزلت كده ببصلايه و2 طماطم وفلفل اخضر. وبعد كده سبتهم طماطم مقطعه مكعبات. سبتهم لما استوت خالص القوانص تمام. بعد كده رحت جبت طاسه تانية حمرت فيها الكبده، وبعد كده نزلت عليها نزلتها على الكبده والقوانص بعد ما استوت معايا بس كده. وبعد كده حطيت بطاطس مكعبات كنت محمراها يعني. خلاص كده كانت بقيت معانا وجبة حلوة جدا جدا. بصي فظيعة. الطبق ده لو اكلتيه انت والاولاد والله العظيم هتنسى الدنيا وما فيها. ريحتها وطعمها خطيرة جدا جدا فوق ما تتخيل. الوجبة دي فعلا لو عملتها لاولادك هتعجبهم جدا، وخصوصا الشعرية ريحتها وطعمها كان خطير. الوجبة التانية الحلو بقى، حلو البسبوسة. طبعا عملتها معاكم بالتفاصيل المملة كده الفيديو اللي فات. بجد خطيرة جدا وناجحة 100%. أي حد بيحب البسبوسة يجربها بالطريقة دي، إن شاء الله تعجبه جدا جدا فوق ما تتخيل. مظبوطة على الشعرة. الحلو يعني الطعم بتاعها حلو جدا مظبوط وناعمة وجوسي كده ولذيذة جدا، إن شاء الله تجربيها. طبعا داخلين إن شاء الله على رمضان، ربنا يبلغنا رمضان يا رب واحنا في أحسن حال. وقتها يعني تجربي وإن شاء الله تنفذيها برضه في رمضان تاني. طبعا ينفع تعمليها كده وتحط على قشطه من فوق، معلقه قشطه كده ما اقولكيش طبعا فظيعه بجد حلوه جدا. ده يبقى مثلا الحلو بعد الغدا يعني دلع اولادك كده، وخصوصا احنا في الشتاء فربنا كده يسعدهم ويهنيهم يا رب العالمين. دي الفكره التانية. في فكره بقى حلوه جدا جدا فوق ما تخيلي وهتعجب اولادك جدا. مثلا انا هنا بوريكم طبعا شكل البسبوسه خطيره بجد، ممتازه الحمد لله. شايفين ما شاء الله عامله ازاي؟ بص طريه ازاي وناعمه، حلوه جدا. الوصفة التانية بقى اللي ده في الشتاء، اللي احنا طبعا عارفين طبعا احنا في الشتاء وكده. المحشي بقى، صينية المحشي دي عملتها طبعا، عملتها معاكم برضو فيديو قبل كده. خطيرة جدا جدا واحلى واجمل محشي ممكن تجربيه بجد. بالفراخ كده سهلة جدا وبسيطة جدا، بس الطعم بجد حكاية. عملت كده معاها شوية ملوخية ومخلل، طبعا ينفع تعمل معاها شوية شوربة. وما اقولكيش تعالي بقى اوريكي جمال المحشي من جوه فظيع. دايبه دوب كده المحشي دايب معاكي، وبصي ما شاء الله مفلفل وطعمه خطير بجد. ده ولا غلطة. الفراخ دايبة بقى رغم ان احنا مسويناها مع فوق الفراخ فوق المحشي. بس برضه بص دايبة وطعمها وريحتها فظيعة، متبلة كأنها متبلة من يومين يعني فظيعة. رغم ان انا عملتها في ساعتها يعني. ما شاء الله اللهم بارك. بصي خطيرة، ان شاء الله تجربيها وتعجبك جدا. الوصفة التانية بقى اللي اولادك هيتخانقوا عليها من جمالها، وبجد مهما تعمليها وكل يوم لو عملتيها رغم ان هي اقتصادية جدا وبسيطة جدا، بس بجد هتعجبهم جدا جدا. واكيد اولادك دايما بيشتروا الحواوشي من بره. فانت اعملي بقى في البيت كده بطريقة سهلة وبسيطة. مثلا انا جايبة اقل من ربع كيلو، يعني اعتبر 200 جرام من اللحمة المفرومة، ونص كيلو دي، وعملت 3 صواني اللي انتوا شايفينهم دول. والله العظيم اكلنا وشبعنا ما شاء الله اللهم بارك. والطعم خطير يعني حاجه كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لذيذه جدا 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 رغم ان هي تكلفتها بسيطه، يعني ما تعديش ال 150 جنيه، اقل كمان.
وعملت وجبة مشبعة يعني خطيرة بجد. 3 كده وصواني ما شاء الله حواوشي اسكندراني، طعمه خطير، حاجة كده في حتة تانية بصراحة. طبعا قدمت معاها بطاطس محمرة وشوية مخلل وسلطة كده ايه خضرة، يعني ما عملتهاش سلطة، يعني قطعت كده الخيار والطماطم كده حلقات عشان يتاكلوا معايا. طبعا هنقدم معاها كاتشب عشان هي فعلا يعني بصي اتعاملي معاها كأنه ايه، يعني حاجة كده يعني طبعا نواشف طبعا. إيه بيحطوا كده مع الكاتشب وبجد طعمها خطير يعني. بس ده بص يعني هتاكله وتشبع منها ويتبقى منها كمان. بس دي أكلة اقتصادية جدا جدا وسهلة وبسيطة، وبصي يعني مش هتكمل معاك 10 دقايق تكوني عاملاها حرفيا يعني، عشان العجينة دي ما بتخمرش معانا كتير. يعني أول ما تعجنيها يا دوبك 5 دقايق ترتاح كده تروحي فردها وعاملاها على طول يعني. بس كده دي كانت وجبة برضه سهلة وبسيطة. الحلو بقى، الحلو الحلو يعني اللي بص هيجنن أولادك بجد، خلية النحل دي خطيرة. دي تنفع تعمليها كوجبة يعني عشاء. روعة يا بنات، فظيعة فظيعة، وخصوصا الزيت الصغنونة العسل دي ما اقولكيش على طعمها كان عامل ازاي. طبعا دي الفكرة اللي كانت فكرة بقى الحلوة جدا للفطار ونفس الوقت اقتصادية، يعني فكرة اقتصادية جدا جدا للفطار ونفس الوقت يعني حلوة، يعني حلوة حلوة بجد. طبعا أولادك بيحبوا يجيبوا السندوتشات دي، أنا بحب بشوف أكتر سندوتشات أولاد بيحبوها من بره بعملها. أكتر حاجة بيحبوها السندوتشات اللي بالفول وبالبيض دي، ماشي. جبت كده طبعا احنا كنا هنا كنا جايبين 5 بيضات عشان اعملهم، قلت طب على ايه على ايه يعني، انا شلت البيضات دول اعمل بيهم كيكه. كيكه كده محترمه، عملت صينيه كيكه ساعتها اللي انا قلت لكم قبل كده. صينيه كيكه كده مقاس كبير، قعدنا 3 ايام نفطر بيها، فانا كده وفرت يعني توفير التوفير. بدل كنت هعمل 5 بيضات كلهم احطهم على البيض، لا قلت اعمل 2 بيضه ماشي، واخلي ال3 بيضات دول هعمل بيهم صينيه كيكه كبيره هنفطر بيها كذا يوم. وبس كده. هنا جبت طبعا فول ان شاء الله هعمله بعد كده في البيت، جبت كده 10 جنيه فول وعليهم 2 بيضة، وبعد كده قلبتهم مع بعض، واجيب سندوتش عيش بلد عادي، العيش طبعا او السندوتشات اللي انت بتجيبها من بره، بتبقى متلحسه فول كده، حاجه بسيطه جدا من الفول والعيش قد كده يعني لقمتين وخلاص. فانا قلت لا طبعا هنا بقول لك لو اولادك كبار اعملي رغيف كده كامل، لو اولادك عادي يعني مش اكلين جامد او صغيرين شويه هو نص كفايه. وما شاء الله انتوا شايفين طبعا حجم الرغيف بتاعنا كبير ما شاء الله، عكس خالص اللي بره. فبس ده كان فطار كده سهل وسريع ونفس الوقت حلو جدا جدا، وانا عارفه اولادي بيحبوه فعشان كده عملته. فتجيبي بيض كده، تجيبي فول يعني يكون متحوج، طبعا الفول ده كان متحوج وسخن، حطيت عليه معلقه عسليه، صلى على النبي بيتي يا ام ادم ماشي الله عليه افضل الصلاه والسلام. ايه معلقه سمنه بلدي ماشي عشان يبقى طعمه احلى طبعا. وبعد كده قلبت وحطيت قطعت البيض زي ما انتوا شفتوه كده، حطيته على الفول، وبعد كده حشيت يعني الايه السندوتشات بتاعتنا كده، واقدم معاها خيار كنت عاملاه قبل كده وبتنجان مخلل. وهنعمل طبعا في بنت ما تحبش، البنت الكبيره ما تحبش الشاي بلبن، عملت لها كوبايه شاي، وانا وبنت عملنا شاي بلبن. وبقى اولادنا ايه اولادي يعني انا ما بيحبوش ياكلوا حاجه يعني يشربوا حاجه مع الاكل، فاهمين. بس كده كان فطار سهل وبسيط ونفس الوقت مشبع جدا. يعني مثلا انت تاخدي سندوتش من ده ما شاء الله اللهم بارك هيشبعك جدا يعني، عشان ما شاء الله حجمه كبير. التاني بقى لو اكلتي 3 4 ما بتشبعيش يعني، تحسي ان لا ما فيهوش بركه وما فيهوش طعم اصلا. فما شاء الله الاكله دي جميله، وممكن تعمليها بقى كده في يوم جمعه وانتوا قاعدين، تروحوا عاملين سندوتشات بسيطه سهله كده، حتى تسهل عليكي مثلا ايه ما تقفريش جامد في الفطار، في كمان المواعين والحاجات دي هتوفر عليكي يعني وقت وكده. هو يا دوبك كده 5 دقايق حضري السندوتشات دي، وبص ما اقولكيش احلى فطار سهل وبسيط واقتصادي ان شاء الله. إيه بس كده انا حبيت بس اديكم كده كام فكره في الفيديو بتاع النهارده عشان خاطر ايه تاخديهم كده وتنفذيهم، وان شاء الله باذن الله هيعجبوك جدا. واهم حاجه انا بفكر فيه الاهم يعني الاولاد، فانا يعني عارفه الاولاد بيحبوا يبقى يعملوا يعني. ودول طبعا اهم حاجه. انت طبعا عندك اولادك اتبسطوا بالاكل او كلوا وشفتيهم كده بياكلوا قدامك، بتبقي يعني مبسوطه فرحانه، وبتبقي الفرحه مش سايعاكي، خصوصا لما تكون عامله حاجه هما بيحبوها وبياكلوا منها ما شاء الله اللهم بارك.
فبتحس ان انت لا ام حنين ام عسل. والله العظيم ام سكر كده ايه يعني بتدلع اولادها، وده اهم حاجه عندنا بصراحه. يعني الاب طبعا هو كده كده راضي في اي حاجه، بياكل اي حاجه عادي يعني. اهم حاجه برضه هو يشوف اولاده بياكلوا الحمد لله وراضيين ومبسوطين عندنا في الدنيا وما فيها الحمد لله. يا رب يفتكروا بقى الكلام ده كله. يفتكروا مش بعد ما يكبروا يقولوا إيه يعني، ما ينسوا كل حاجه. ربنا يهدي اولادنا جميعا يا رب العالمين. طبعا اهم حاجه هم، اهم حاجه ايه يعني يتغذوا كده عشان ان شاء الله الامتحانات بقى داخله على امتحانات. طبعا الدفى كله والحنان يا ولاد. الحنان كله اهو جاي. بص ده طبعا محشي كده زي العسل. دي فراخ عادي محمراها يعني، سلقاها بسلقه كده عاديه ومحمراها كده، ومعاها كده شويه محشي كرنب. وكان عندي حوالي كيلو بس باذنجان، زي ما انتوا شايفين الاسود الصغير ده. بيبقى احلى من الابيض بكتير يا بنات، ما اعرفش ليه سبحان الله بنحبه جدا جدا عن الابيض. يعني ببقى مثلا جايبه نص ابيض ونص اسمر، واسود زي ما انتوا شايفين. لا اولاد بينقوا الاسود بياكلوه فعلا طعمه بيبقى احلى يعني. بس كده دي كانت صينيه كده، ما عملتش ولا لسان عصفور ولا ملوخيه ولا اي حاجه. قلت هي الصينيه دي كفايه يعني، بتخش كده على القلب على طول مش على المعده يعني. فعملتها كده ما شاء الله اللهم بارك، كان طعمها خطير جدا جدا جدا. اتغدينا منها غدوه كده شتويه حلوه محترمه، تاكلي بعدها مش هتحسي بالبرد ابدا يعني، بالبرد خالص. المهم نخش بقى على اللي بعده. احلى حاجه بقى اولادك بيحبوها جدا جدا، اولادنا كلهم يعني، واحنا ككبار يعني. الكشري وحلاوة وجمال الكشري، طبق من ده انسي بقى. ده عملته معاكم برضو في القناة هنا، عملته كده بالصلصة بتاعة المطاعم، بالتوابل بتاعة الكشري. بجد بجد كان طالع زي بره واحلى بكتير جدا. طعمه خطير فوق متخيل. عملته كده معاكم بالتفصيل كده، بجد بجد الطعم حكاية. اولادك هيدعولك عليه برضه، هيعجبهم جدا فما تخيل. فالمهم يا بنات هنا بقى خلاص كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. هو سهل وبسيط وفي افكار لذيذه جدا وسهله. ان شاء الله يا رب يكون فيديو النهارده عجبك. لو عجبك اوعي تنسي اللايك والاشتراك والكومنت الحلو يفرحني. وانتظروا ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه قويه جدا، وان شاء الله تعجبكم باذن الله. ويا رب يكون استفدت من الفيديو بتاع النهارده يا رب العالمين، وخدت اي فكره كده وتجربيها، وان شاء الله تدعي لي بامر الله. ونتابع فيديو جديد باذن الله، ومع السلامه.